طفح الكيل لك الويل أيا جرذق من بلغ السيل الزبا. والله هذا الكلام لابد أن يسمع حتى النهاية براءة للذمة. إذا لم تسمع نهايته فلا تسمع بدايته. نداء عاجل ومهم جدا بصوت عشرات الملايين من إخوتكم العرب، يا إخوتنا الفلسطينيين المظلومين المنكوبين المرابطين الذين يبادون في غزة وغيرها. قلوبنا معكم تحترق لأجلكم، ومستعدون للتضحية بأرواحنا وأموالنا وكل ما نستطيع نصرة لكم كلما أتيح لنا ذلك. فأنتم إخوتنا في الدم والعقيدة، وقضيتكم قضيتنا. نحن إخوتكم المنكوبون مثلكم بمحتل فارسي أبشع وأفظع، ارتكب كل ما ارتكبه ويرتكبه من فظائع في العراق والأحواز وسوريا ولبنان واليمن باسمكم وتحت غطاء ما يسمى محور المقاومة، وثمنا لدعم تافه مزعوم لكم، ولمسرحيات الصواريخ والتصريحات المفضوحة بينهم وبين الصهاينة والصليبيين. وستدركون قريبا أن الإبادة والمجازر التي حدثت لكم ما هي إلا صفقات بينهم. يا إخوتنا الفلسطينيين الغيورين، في بلد اليمن مثلا لقد احتل العدو الفارسي وأذنابه الحوثيون ودمروا وطننا وأهانوا ودنسوا كل مقدساتنا ورموزنا الوطنية باسمكم. قتلوا وهجروا وسجنوا وعذبوا الملايين منا وفجروا بيوتنا ومساجدنا ونهبوا كل ما نملك باسمكم. انتهكوا الأعراض واغتصبوا النساء ونشروا الشذوذ والمخدرات باسمكم. اختطفوا وجندوا مئات الآلاف من الأطفال واستغلوهم جنسيا وحولوهم إلى إرهابيين قتلة باسمكم. زرعوا في أرضنا ملايين الألغام الإيرانية باسمكم. يعملون على تغيير عقيدة الملايين من إخوتكم العرب المسلمين الموحدين إلى دين الشرك والكهنوت الفارسي وتغيير هويتهم العربية باسمكم. يقومون بتجويع إخوانكم اليمنيين ونهب رواتبهم وامتهان كرامتهم وتحويلهم إلى عبيد للعلوج المعممين باسمكم. وكمثال بسيط، فبمجرد انطلاق عملية غزة بدأ الحوثي مباشرة بقصف منازل المدنيين في تعز وقتل الأطفال والنساء وحشد ميليشياته الإرهابية باتجاه مأرب تحت راية فلسطين. ومأرب مثل غزة هي ما تبقى من شمال اليمن خارج سيطرة المحتل الفارسي. كما بدأ بطباعة سندات لنهب ما بقي من أموال اليمنيين بذريعة دعم المقاومة لتمويل مشروع الموت. وكذلك بمجرد أن أطلق الحوثي بعض الألعاب النارية في الهواء باسم نصرة غزة بدأ مباشرة بتهديد السعودية والاستعداد لفظائع جديدة بحق اليمنيين. وبدأ بجمع تبرعات لما يسميها القوة الصاروخية والطيران المسير. إننا ندفع ثمن كل شعار كاذب أو تصريح أو فقاعة يطلقونها. لقد هتفوا بصرختهم أو بشعار المقاومة الكاذب فوق أشلائنا وعلى أنقاض منازلنا ومساجدنا التي فجروها، كما فعلوا في سوريا حين أبادوا مدنا وقرى واستخدموا الكيماوي ونشروا السوريين أحياء بالمناشير ودفنوهم في مقابر جماعية وهم أحياء تحت شعار المقاومة. إنهم يقتلوننا في اليمن وسوريا ويستهدفون السعودية على أساس أننا يهود، ويقصفون ويحتلون مدننا وقرانا على أساس أنهم يحررون فلسطين. لقد استهدفوا مكة والكعبة نفسها التي هي أقدس من القدس والأقصى بالصواريخ، وداسوا وحرقوا المصاحف تحت هذا الشعار. إننا نتعرض لاحتلال وحرب إبادة دينية عنصرية فارسية مسكوت عنها باسمكم. فما هو موقفكم؟ ما هو موقفكم؟ لا بد من موقف عروبي إنساني لكم يوقف هذا الاستغلال البشع لمعاناتكم ولقضيتكم. إنكم تواجهون الموت بشجاعة في كل لحظة، فماذا تخافون؟ أبرئوا ذممكم من دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم وتغيير عقيدتهم واحتلال وتدمير أوطانهم، وأعلنوا أنكم لم ولن تستلموا الثمن البخس لكل ذلك. أبرئوا ذممكم من أولئك المشركين بالله الذين يكفرونكم ويطعنون في عرض نبيكم وفي صحابته ويحرفون ويشوهون دينكم بطقوسهم وخرافاتهم. وكيف تنتظرون نصرا من عدو الله وعدوكم؟ نحتاج إلى رسائل شجاعة من داخل غزة، من تحت الأنقاض ومن الضفة ومن كل فلسطين ومن الفلسطينيين في الشتات تتبرؤون فيها من أولئك المحتلين القتلة المتاجرين باسمكم. أسقطوا أقنعتهم، لا تستهينوا بالكلمة وبمقاطع فيديو ومنشورات تبرئون بها ذممكم وتنصرون بها إخوتكم، وكلمتكم اليوم معناها عظيم عند الله وعند أمتكم. ردوا علينا يا إخوتنا في الدم والعقيدة، هل أنتم راضون بما حل بنا باسمكم؟ هل أنتم راضون بما حل بنا باسمكم؟ نحن في انتظار ردكم على هذا النداء وتأييد كل عربي له. أخوكم ناصر العشاري، يمني حر مشرد يحلم بالعودة إلى وطنه المحتل دون أن يستعبد أو يقتل.